هلو هلو. النهارده جربت اعمل حاجه جديده، وهي فكره ان انا اعمل بودكاست. ما يبقاش مجرد سكريبت وانا بحضره او بجهزه وبعد كده ببدا اسجله، لا يعني جربت ان دي حاجه تبقى اكتر فن بالنسبه لي، وان انا اتكلم عادي مش مجهزه الكلام. فحبيت اتكلم في الحلقه دي عن حته الخوف من الرفض. انا كنت بتكلم عنها في الحلقه اللي فاتت، كانت عباره عن فيديو قصير يعني ممكن تشوفوه. وحبيت أتكلم أكتر عن تجربتي الشخصية في حتة الخوف من الرفض، وحتة برضو إن أنت لو حاسس إن المكان ده مش مكانك، أو لو حسيت إنه لأ مش الناس دول اللي أنا ببقى مبسوط معاهم، أو حاسس إن أنا ببقى إنسان أسعد وإنسان أحسن وعندهم نفس العقلية ونفس الأهداف. يعني هل مثلا لما بقابلهم ببقى شخص متفتح أكتر للحياة، حاسس بالأمل والطاقة والتفاؤل، حابب وجودي معاهم مش مجرد وقت بقضيه عشان ما احسش إن أنا لوحدي. فاتكلمت عن كذا حاجة في الفيديو ده بس كان بشكل بسيط. دلوقتي عايزة أتكلم عن حاجة كنت بجربها، اللي هي أول حاجة كانت في وظيفة أنا كنت بقدم عليها وكده، كانت طبقا لمهاراتي يعني بما إن أنا بعرف أتكلم إنجليش كويس، وبقرأ برضو كتب علمتني شوية في الكوميونيكيشن سكيلز، إزاي أتعامل مع الناس والكلام ده كله. بس ما حبيتش التجربة بصراحة. بس ده مش معناه ان انا ما استفدتش منها، ما حبيتش التجربه كحته وظيفه وعدد ساعات عمل كبيره وارهاق بالنسبه لي. ولو انا التزمت فعلا بحته الوظيفه دي واديت لها كل وقتي، هتشغلني عن حاجات تانية في حياتي انا عايزه اعملها، هتشغلني عن هواياتي وهتشغلني برضو عن حاجات انا كنت بطور فيها. حرفيا الاسبوع اللي انا خدته عشان اظبط واشوف الحاجه المناسبه ليا والشركه مثلا المناسبه ليا او الوظيفه مش عارفه الفلانيه، حسيت انه انا ببعد كتير جدا عن الحاجات اللي انا عايزه اعملها، وبخسر صحتي النفسيه وصحتي الجسديه. فشايفه ان ديت حاجه بصراحه مفيش اي حاجه في الدنيا تستاهل ان انا اخسر الحاجات دي عشانها. يعني اهم حاجه والحاجات اللي انا اتعلمتها ان هو لا، احسن استثمار هتعمله هو استثمارك في صحتك، استثمارك في وقتك، في مهاراتك. فما حبيتش اصلا فكره الوظيفه ديت. وشفت برضو ان انا الهدف من الحاجه ديت، يعني انا لما بدور على حاجه اقدمها بشوف برضو مهاراتي ان هي تكون مناسبه للحاجه اللي انا بعملها دي. ولكن اكتشفت ان انا ممكن احقق برضو نفس النتيجه بحاجه تكون اسهل بالنسبه لي. هو مش فكره ان انا هكسل او مش هطور من نفسي او اتبع بقى اسلوب الحياه ان انا اقعد في الكومفورت زون ويفكني بقى من اي سعي او الكلام دوت، لا. بس فعلا زي ما قلت ان انا مش هسيب اي حاجه حرفيا تيجي على صحتي النفسيه او الجسديه. ولما اعمل حاجه هو ممكن تكون مستوى الصعوبه بتاعتها موجوده، يعني مفيش اي حاجه في الدنيا دي سهله، ومفيش اي حاجه في الدنيا دي هتجربها من اول مره هتحس انه لا خلاص كل حاجه سهله وكل حاجه ماشيه، لا. اي حاجه بتتعلمها بيقابلك صعوبات، بيقابلك تحديات، بتفشل كتير. ولكن السؤال اللي بساله لنفسي، هل الحاجه دي تستحق ولا لا؟ وهل مستوى الصعوبه يعني بالغ الصعوبه ان هو ياثر على صحتي ولا لا؟ وخلاص لو مستوى الصعوبه بالنسبه لي او مستوى الاجهاد بالنسبه لي ان هو ياثر على صحتي النفسيه او الجسديه، خلاص انا مش هعمل الحاجه دي. هو زي حاجة أنا قريتها في كتاب الأب الغني والأب الفقير، إن هو أنت بتعمل حاجة أو بتسعى في اتجاه معين، الحاجة اللي أنت بتعملها ديت مش بتاخد منك مجهود أو الوقت بيعدي منك بسرعة. يعني مثلا غيرك ممكن يشوفها تاسك، ان انت مثلا ممكن تشوفها لا، ان هي حاجه انت حابب تعملها وحابب تتطور فيها، حتى لو مثلا فيها كميه، ماشي كل حاجه فيها كميه تعب قليله، بس لا الموضوع ماشي معاك سلس. فحسيت ان انا اكتر في حاجات فعلا انا بسعى فيها وان هي هيكون ليها نتيجه كويسه، وانا حابه اعملها وماشيه سلسة فيها وبقدم خدمة كويسة. أصل في الأول والآخر السعي أو الشغل أو الحاجات ده كله أنت بتقدم سيرفيس أو بتساعد الناس. يعني كلنا الحاجات اللي احنا بنشتغلها حرفيا او وجودنا في الحياة احنا معتمدين على بعض وبنساعد بعض. فايه الخدمة اللي هتقدمها، وفي نفس الوقت الخدمة اللي هتقدمها ديت تكون انت سلس في انك تتطور فيها، سلس في انك تشتغلها. يعني وقتك مش طول الوقت مثلا في مقاومة. انا عارفة ان في ايام مثلا بيكون فيها شغف، وايام بنحس لا ان احنا مش عايزين نعمل حاجة او مش قادرين نعمل حاجة، ورغم ده بنكمل. بس لما يكون طول الوقت مقاومة، هو طبيعي اول حاجة ما بتبدأها بتحس ان انت عقلك بيقاوم. هي كده على ما تتعود مثلا على العادة المعينة او ما تتعود مثلا على طريقة او النمط دي في الحياة. بس انا بتكلم مثلا لو انت بتشتغل وشغال شهر واتنين وتلاتة واربعة، يعني مش حابب كل دقيقة في الشغل ده، مش حابب اصلا نمط الشغل دوت، او مش لاقي نفسك في نمط الشغل ده، او لما بتعمله بتحس نفسك ان انت ارهقت نفسيا وجسديا وخلاص. فلا، مش هي دي الفكرة. الفكرة ان كل بني ادم عنده فعلا حاجة بيحب يعملها، مش بتبقى عليه كأنها تاسك. يعني مثلا لو حد تاني جربها لا يحس ان هي تقيلة عليه وبيعملها مثلا عشان خاطر فلوس ولا عشان خاطر حاجة، لا.
المفروض اللي أنا قرأته يعني في كتاب الأب الغني والأب الفقير، إن أنت بتعمل الحاجة ديّة كحاجة سلسة بالنسبة لك وأنت مستمتع بيها، فأنت أي اتجاه أنت تسعى فيه دي حاجة اتعلمتها إن أنت تكون ماشي بتتطور والكلام ده كله، بس ما يكونش الموضوع تقيل عليك في كل خطوة من الخطوات والمقاومة دي مستمرة لمدة شهور ومش عارفة إيه، لأ دوّة يبقى ده مش مكاني مثلًا في الوظيفة المعينة دي. بس هل ده معناه إن أنا مثلًا ضيّعت وقتي في مكان مثلًا مش مكاني أو الكلام ده كله؟ إطلاقًا، يعني أنا لمّا جرّبت حتّة الوظيفة الجديدة ديّة في آخر مثلًا أسبوعين أو آخر أسبوع، كنت بادوّر وبعد كده عملت interviews واتكلّمت مع ناس، فيعتبر الحتّة ديّة علّت عندي حاجة كنت عايزة أعملها اللي هي الself confidence، إن أنا أبقى واثقة أكتر وإن أنا approach people، إن هو أتكلّم مع ده عادي وأتكلّم مع ده عادي. كنت محتاجة شوية برضه إن أنا أشتغل على حتّة إن أنا أتكلّم مع ناس ما أعرفهاش، كل دوّة بيقلل عندي حتّة الخوف من الرفض، حتّة إن أنا أبقى خايفة مثلًا أجرّب حاجة جديدة، ودي حاجات برضه اتكلّمت عنها في الفيديوهات اللي أنا عملتها على اليوتيوب، إني حتّى لو أنت متوتّر شوية أو حتّى لو أنت خايف شوية من حاجة، كونك إن أنت بتعملها برضه ده بيخلّيك مرتاح بعدين أكتر، بيخلّيك واثق في نَفْسك أكتر، بيخلّيك بعد كده قادر تشارك أفكارك والحاجات اللي أنت اتعلّمتها أو تشارك شغلك بصورة تكون مرتاح فيها. بس التجربة ديّة علّمتني كتير فعلًا في حتّة الثقة وإن أنا أقدم على الحاجة وأجرّب حاجات جديدة وأتعامل مع ناس جديدة، وحرفيًا كان في فعلًا ناس عندهم نفس العقلية أو نفس المهارات بتاعتي أو الكلام ده كلّه، فكانت تجربة حلوة جدًا، واتعلمت برضه فيها أهمية الوقت، إن هو أنا وقتي ده أغلى حاجة حرفيًا في حياتي، وإن أنت لو استغلّيته صح واستثمرت في وقتك صح، هو ده اللي بيعمل الفرق. كمان برضه جِبت مُعدات عشان كنت هاشتغل online، بس حسيت إن المُعدات دي برضه هتفيدني في الcontent creation، يعني أنا دلوقتي باستخدمها وحاسة إن الصوت أوضح وكده، فدي حاجة برضه كويسة يعني، وحسيت إن هي وجّهتني أكتر، فحاسة إن التجربة دي فرقت معايا كتير جدًا في شخصيتي، وفي المكان اللي هي وجّهتني ليه، والأفكار أو الفكرة اللي أنا عايزة أعملها بجد. فكل تجربة بنعيشها في حياتنا سواء حلوة أو وحشة أو كانت ضغط أو إرهاق أو توتر، لأ إحنا فعلًا بنتعلم من الحاجة دي كتير، وهتفيدنا بعدين، كل ده حرفيًا بيوجهك ناحية الطريق اللي أنت هتكون مبسوط وأنت ماشي فيه، اللي أنت هتكون مرتاح وأنت ماشي فيه، اللي أنت هتحب حياتك وأنت بتعمله. فكل التجارب اللي إحنا مرينا بيها سواء كانت حلوة أو وحشة، لأ هي فعلًا بتوجهك للطريق اللي أنت هتمشي فيه بعد كده. فما فيش أي حاجة موجودة في الدنيا دي عبث. وأنا بصراحة حاسة إن أنا ممتنة لكل حاجة حصلت في حياتي، سواء كانت مواقف صعبة مرّيت بيها شكّلت شخصيتي، خلّت مستوى النضج عندي أعلى، خلّت حُكمي على الأمور يبقى أحسن، خلّت قراراتي تبقى أحسن، خلّت شخصيتي تبقى أقوى. ما فيش أي حاجة أنا عملتها، ما فيش أي غلطات أنا عملتها أنا ندمانة عليها، وما فيش حتى مواقف صعبة مرّيت بيها أنا still لحد دلوقتي زعلانة إن هي حصلت لي. فأعتقد إن أنت لمّا توصل للمرحلة ديّة من التصالح، هتحس بجد إن أنت لأ، تعافيت من اللي أنت مرّيت بيه، وإن الحاجة دي فادتك فعلًا، وإن كل اللي حصل دوّة ما كانش صُدفة، ما كانش عبث، ما كانش كده وخلاص. في آخر الحلقة ديّة أنا حبيت الحلقة دي تكون قصيرة وهي كبداية يعني، وحبيت إن هي فكرة وتجربة جديدة، يعني بصراحة انبسطت وأنا باسجّل الكلام دوّة، ولو حد عنده تجربة عايز يحكيها عن فكرة إن المكان مثلًا ما كانش مكانه، ممكن يكتبها في الكومنتات تحت. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد.